اسمعوا لي هالصوت، شوفوا لي هالحشوة. بدي ابلش بتقطيع البصل لجوليان او هاف مون او ترنشات كيف ما بتسموها. بقشر البصلة بلش اقطع. كل ما كان البصل رفيع كل ما كان ابيض جوا سبرينج رول. بتعرف اني ما بعيط لما اقطع بصل؟ اللي بيعرف ليش يكتب لي بالكومنت تحت. المقلاية على النار بس باردة، راح انزل عليها بالزيت تقريبا راح احتاج ربع كوب، واهم اشي يكون زيت زيتون بكر. وبأكد المقلاية باردة، وراح انزل بالبصل، واللي بيعرف ليش يكتب لي بالكومنتس. وهون عندي صدر دجاج سلقته، سلقه كثير سهل، مية باردة، مطيبات، هيل، قرفة، ورق غار، نخليه على النار نص ساعة. راح انسله بالطريقة هاي. بنزل الدجاج فوق البصل، راح اضيف معلقة صغيرة بهارات مشكلة ونص كمية السماق. انا هون راح استعمل 5 معالق كبار. كثير منا لما يطبخ المسخن بضيف كل كمية السماق مرة واحدة، هذا الاشي غلط، لان السماق لما ينطبخ كل حموضته بتروح، بصفي عندك بس لون. عشان هيك انا ضفت نص الكمية، بعد ما نطفي النار عليه راح نضيف النص الثاني. وهلا بنملح وبنبهر. الملح حسب الرغبة، واكيد الفلفل الاسود. هيك المسخن صار جاهز عندي. الزيت شربوا البصل والدجاج، راح اطفي النار عليه وازيد كمية السماق اللي ضايلة عندي، خلطة خفيفة، وبشيلها عن النار. شوفوا لما نعمل مسخن سبرينج رول او سمبوسك او حتى بالرول خبز الاشراك بيكون معنا ناشف، بس انا جبت لكم الحل. بكل بساطة راح اضيف معلقتين لبن فوق حشوة المسخن عشان اضمن يكون طعم الحموضة خرافي. راح اضيف معلقة دبس رمان. بهدول الكومبينيشن التنين مع بعض راح تاخذوا مسخن كريمي بشهي جوا الرول اللي مقرمش. عندي عجينة سبرينج رول جاهزة هون، راح اخذ قطعة منها. دائما نغطيها واحنا بنشتغل عشان ما تنشف معنا. راح احطها بهذا الشكل بطراف اصابعي، راح امسح عليها بالمي. ما نكتر، بس لحد ما نرطبها شوي عشان تلف معنا بكل سهولة. راح اخذ حشوة المسخن. اللف كتير سهل، 1 2 3 1 2 طحين ومي. قد ايه وصلنا؟ 3 احنا 4 5 جاهزة عنا. وخليهم على جنب. سبرينج رول عندي جاهزة، راح انزلها بزيت حار. وهيك سبرينج رول جاهزة وبصور. هاد مسخن سبرينج رولز، اعطيتكم اهم اسراره واهم خطوات تطلعوا بسبرينج رول بتجنن بتشهي، والاهم كل هذا طعمها ولا غلطة. بسم الله.
صحيح، كل عام وانتم بخير، رمضان مبارك. ما تنسوا تشتركوا بالقناة، لايك، شوفوا الوصفة.